دكتور حسين، حضرتك يا فندم رئيس وحدة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء. ايوه يا فندم. إيه اللي يحصل لو في ناس اللي هم كلوا لحمة الحمير؟ انا من حيث الضرر الصحي، لو اللحم الحمير ملوث زي اي لحم بقر او اي حاجه، وملوث بميكروبات او ملوث باي اسباب التلوث الغذائي، فيبقى ضرره زي اي حاجه تانية. لو هو يعني اتبعت الاجراءات الصحيه السليمه في الذبح فلن يكون له ضرر، لكن هو شيء مقزز ومخالف لبعض الشرائع، فيعني دي المشكله بتاعته. بالاضافه ان هو غير مسموح بتداوله من الناحيه التشريعيه والقانونيه. لا أنا سيبنا من ناحية، ما أنا عارف، أنا بتكلم طبيا يا فندم. انما من حيث ضرره على الانسان، لو هو طبعا المناظر اللي احنا شفناها في الصور مناظر كلها يعني قذاره، فالتلوث بتاعها زي بالظبط المجازر اللي بتذبح فيها البقر وقذره، الاثنين فيهم درجه نفس الدرجه من التلوث، بس دي بتضيف عليها بقى انه لحمه حمار بنتقزز منه، لكن هي نفسها زيها زي لحمه. بس في ناس اللي كلته بدون ما تعرف ان لحم حمير ما كانتش بتتقزز. لا ما كانتش بتتقزز، انما لو كانت ملوثه يبقى هي جات لها اي اصابات. مش ملوثه ما فيش مشكله. يعني لو حتى لحم البقر او كده ملوث يبقى نفس الحكايه. ايوه نفس الحكايه زي اي لحم. انما الناس اللي هي يا عيني كلوا سندوتشات كتيره جدا من لحم الحمير لا ما يقلقوش ما يصابوش برعب يعني، ولا حينهاء ولا اي حاجه، مش هيحصل لهم اي حاجه. المشكله الاكبر من كده ان احنا يعني في عندك كليتين طب بيطري، واحده في القاهره وواحده في بنها، من حوالي 4 سنوات. ايوه في رسالتين دكتوراه طلعوا بالتوازي هنا وهنا. الرسالتين دولت رصدوا لحوم حمير وكلاب وحاجات غريبه في اللحوم المتداول في السوق، في الحاجات المفرومه والسندوتشات الجاهزه والحاجات دي. والكلام ده ما لفتش نظر حد. يعني ايه اللي يعني الموضوع ده قديم، يعني ده مش حاجه جديده. يعني هو الجديد انهم اكتشفوها امبارح، انما هي موجوده من وده معناه ان احنا بناكل من زمان يا دكتور الكلام ده. وده سبب المشاكل، يعني سبب المشاكل بتاعه التناحة اللي بنشوفها في الشوارع والتتنيح والحاجات دي. الباحث رصد من 4 سنين وناقش الدكتوراه. هو بدأ الدكتوراه من امتى؟ من 4-5 سنين قبليهم. يعني بنتكلم على حاجه بقى لها 10 سنين. يعني احنا بقينا قبل كده. يعني احنا عندنا جيل على ان